وبركاته. من استاد الإسماعيلية، هذه أرق تحيات الزملاء في الوحدة 11 وأسرة الإخراج الدكتور خالد عبد العاطي والزميل قطب رجب. سريعا هقول لحضراتكم تشكيل كلا الفريقين. الإسماعيلي اليوم في حراسة المرمى الحارس محمد عواد. خط الظهر بيكون من 4: عبد الحميد سامي وسامح عبد الفضيل، 2 ظهراء ارتكاز. في الجانب الأيمن بيلعب شوقي السعيد، وفي الجانب الأيسر بيلعب صالح موسى. 4 في خط الوسط: محمد شريف، محمد حمص، كريم مسعد ومحمود عبد العزيز. وفي خط الهجوم يلعب محمد زيكا وإبراهيم حسن. على الجانب الآخر فريق نادي القناة بيمثله في حراسة المرمى اليوم الحارس محمد أبو السعود، حارس مرمى نادي القناة وحارس الأهلي السابق الذي يلعب مع فريق نادي القناة على سبيل الإعارة. 4 في خط الظهر: محمود سمنة وعبد الله جلال 2 ظهراء ارتكاز. في الجانب الأيمن بيلعب أحمد محسن، وفي الجانب الأيسر بيلعب بهاء مجدي. 4 في وسط الملعب: أحمد إبراهيم، أسامة أبو الحسن، سعيد صقر، ووليد خضراوي. وفي خط الهجوم يلعب أمير سلام واللاعب الغاني أو اللاعب الإنجليزي صاحب الأصول الغانية اللاعب دوجي. بداية الأحداث سريعة لهذا اللقاء وتصويبة، وبداية مباغتة، تصويبة في منتهى القوة من صاحب القميص رقم 12 اللاعب اللي أمام حضراتكم اللاعب أحمد إبراهيم. انطلاق واختراق وتصويبة يسارية يا دوبك تمر فوق المقص الأيمن للحارس محمد عواب لتظهر الخطورة الأولى في لقاء اليوم لفريق القناة اللي بيلعب بالطاقم الأبيض الكامل على شمال المقصورة الرئيسية، وفريق نادي الإسماعيلي بالزي المميز القميص الأصفر والشورت اللبني على يمين المقصورة الرئيسية. تمريرة غريبة جدا من عبد الحميد سامي، اتقطعت الكورة. عايزين نقول لحضراتكم حكام هذا اللقاء، لكن مع أول توقف بإذن الله. أدي دوجي اللي بتكلم عليه لاعب قلب الهجوم لفريق نادي القناة، تمريرة بدون عنوان تمر إلى الحارس محمد عواد اللي بيمررها إلى سامح عبد الفضيل. يدير هذا اللقاء تحكيميا الدولي إبراهيم نور الدين حكم الساحة من منطقة القاهرة، ومعاونوه أحمد مصطفى مساعد أول أيضا منطقة القاهرة، محمد عبد المجيد مساعد ثاني منطقة الإسكندرية، والحكم الرابع هو الكابتن عرفة عباس من منطقة الدقهلية. ويراقب هذه المباراة عن لجنة المسابقات اللواء مجدي الملكي، وعن لجنة الحكام الكابتن عبد الحميد رضوان. صافرة تشير إلى حرة مباشرة لصالح فريق نادي الإسماعيلي بعد دفعة في ظهر اللاعب اللي أمام حضراتكم اللاعب صالح موسى. إذن هي حرة مباشرة نفذت سريعا، والكرة تمر في اتجاه شوقي السعيد، طول شعره كده، عامل ستايل مختلف عن اللاعبين على أرض الملعب. خطأ دفاعي كبير من صاحب القميص رقم 6 في صفوف نادي القناة اللاعب أسامة أبو الحسن. اتقطعت الكرة وخرجت إلى خارج الملعب إلى رمي التماس للدراويش. حمص في وسط الملعب، شوقي السعيد يلعب واحدة يسارية على حدود منطقة الجزاء، وهجمة اسماعيلوية من الجهة اليمنى. على طول التدخل موجود من الظهير الأيسر اللاعب بهاء مجدي يحول الكرة خارج الملعب. رمي التماس لصالح فريق نادي الإسماعيلي. رمي التماس شوقي السعيد في السنوات الماضية لما كان مع الجونة من قبل كان يلعب كلاعب قلب دفاع، لكن حصل يعني تغيير كده في أدائه أو تغيير في توظيف مكانه في الملعب إلى مركز الظهير الأيمن. ضربة ركنية هتتنفذ بالقدم اليسرى على طول. إبراهيم حسن دخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة لكن تغطية عكسية ممتازة من اللاعب اللي أمام حضراتكم لاعب أحمد محسن، يحول الكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية لصالح نادي الإسماعيلي، المرة دي من الجهة اليسرى، والمرة دي هتتنفذ بالقدم اليمنى. اتعملت على مرتين لكن تمركز دفاعي من لاعبي نادي القناة. مطالبة بحرة مباشرة. نور الدين قريب من الكرة وبيقول ما فيهاش حاجة،
استلام مع التمرير مع هجمة صفراء لفريق نادي الإسماعيلي، ومعها التاكلينج بمنتهى القوة من صاحب القميص رقم 2 وليد خضراوي. يحول الكرة إلى رمي تماس لصالح نادي الكرة. بريسنج مع ضغط مع محاولة لإدراك هدف مبكر لأصحاب الأرض في لقاء اليوم للدراويش. قلت لحضراتكم في المركز الثاني برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الأول فريق بتروجيت صاحب 21 نقطة. يعني فوز الإسماعيلي في لقاء اليوم يضع في قمة المجموعة الثانية لهذه المجموعة 3 نقاط، ترفع رصيده للنقطة رقم 22 ويتصدر المجموعة الثانية فريق نادي الإسماعيلي، ويأتي في المركز الثاني بتروجيت 21 نقطة. لكن كلها تكهنات. فرقة نادي القناة من الفرق الواعدة والفرق المميزة، ومعهم مدير فني محترم هو الكابتن أحمد سعيد، عامل معاهم لقاءات ممتازة وعروض ممتازة في دوري هذا الموسم. دوجي تعديل محسن، الوان تول جميل على حدود المنطقة، فين التصويب؟ محسن يمر تصويبة، يا سلام يا عواد، يا سلام يا عواد، طلعها عواد. لكن حكم اللقاء كان له رأي آخر. محسن عمل فيها فاصل مهاري مع سيزر ومقص جميل وتصويب، عواد لمسها والكرة خارج الملعب إلى ضربة مرمى بناء على قرار من المساعد الأول أحمد مصطفى. لعبت ضربة المرمى. استلام في وسط الملعب من محمود عبد العزيز، يفتح اللعب لشوقي السعيد. عبد الحميد سامي، تمريرات في وسط ملعب فريق نادي الإسماعيلي. اتعملت واحدة طويلة، تلاقيش حد خالص غير سمنة. لعب قلب الدفاع، خطأ دفاعي كبير لكنها طولت منه. باد لك زي ما الانجليز بيقولوا كده، انلاكي، غير محظوظ. لاعب محمد زيكا. عبد الله جلال، لكن خطأ دفاعي كان كبير من اللاعب محمود سمنة، كان ممكن يكلف فريقه هدف مبكر في لقاء اليوم. بنلعب في الدقيقة الثامنة من بداية أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء، لقاء الأسبوع رقم 12 للمجموعة الثانية للدوري المصري الممتاز الموسم الكروي موسم 2013-2014. الإسماعيلي والقناة، وحتى الآن التعادل السلبي هو المسيطر على أجواء استاد الإسماعيلية. شوقي السعيد يحط واحدة طويلة، عايزين يلعبوا ورا المدافعين نادي القناة، عندهم مشكلة كده في التمركز الدفاعي. فرقة القناة واقفين على خط واحد، عبد الله جلال أو محمود سمنة، الاثنين واقفين على خط واحد. لازم يبقى في عمق شوية كده من عبد الله. الإسماعيلي بيلعب بسنتر فيرود وحيد، هو اللاعب محمد زيكا. ادي هو اللي كان في الكرة اللي فاتت، كان قاب قوسين أو أدنى من انفراد كامل بالحارس محمود أبو السعود. شوقي السعيد يلعب واحدة طويلة، محاولة للمرور مع صافرة تشير إلى حرة مباشرة لصالح فريق نادي الإسماعيلي. ضربة حرة مباشرة على اللاعب رقم 20 عبد الله جلال، وتحذير شفهي كده من حكم اللقاء الدولي إبراهيم نور الدين. حرة مباشرة من الجهة اليمنى، والتنفيذ هيكون بالقدم اليسرى كالمعتاد من متخصص الضربات من هذه الجهة إبراهيم حسن. يسارية من إبراهيم تصطدم في وجه دوجي. لازم حكم اللقاء يقف الجيم. سلام على الفير بلاي، يا سلام على الفير بلاي، ممتاز الفير بلاي واللعب النظيف، والكرة إلى خارج الملعب للاطمئنان على اللاعب دوجي. اللاعب اللي أمام حضراتكم صاحب القميص رقم 11، ده اللاعب أمير أوتاكا، هو اللي في الكرة اللي فاتت كان واقف في الحائط البشري. تنفيذ كان بمنتهى القوة بيسارية إبراهيم حسن، اصطدمت في وجه اللاعب اللي أمام حضراتكم أمير سلام الشهير بأوتاكا. والله شبهه، والله اللي سماه أوتاكا ما كدبش، شبهه والله. عبد اللقاء اللي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. لويس كادر آخر كان موجود على
اكتفى بالتحذير الشفهي. ادي المرور كان فيها تهور شديد من اللاعب وليد الخضراوي، لكن لسه بنلعب في الدقيقة 11 من بداية اللقاء. انذار دلوقتي يعني ممكن يوتر الامور، فبخبرة كده ابراهيم نور الدين لغة الكرة كده قال لك ألم الموقف ومش عايزين نبتدي بالكروت الصفراء مع بداية الجيم. طويلة الكرة ملعوبة، محسن سمنة بيصلح خطأ محسن ويشتت كرة طويلة يقطعها سامح عبد الفضيل. استلام في وسط الملعب، تسلل موجود ولا مش موجود؟ الراية غير موجودة، انفراد هدف أول. يا سلام يا أبو السعود، يا سلام يا أبو السعود، هايل 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 هايل. أبو السعود يتصدى إلى كرة صالح موسى اللي فعلا كان قريب جدا 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 من هدف أول لنادي الإسماعيلي. كرة كان فيها يعني كلام، ديفنس القناة وقف وديفنس القناة كله شاور ان فيها تسلل على اللاعب رقم 9 صالح موسى. المساعد الثاني لم يشهر الراية، وبالتالي كان الانفراد، وكانت لقطة التألق من الحارس محمود أبو السعود، الحارس صاحب 26 عام. والله برافو المساعد، والله برافو المساعد. أحمد محسن الظهير الأيمن للقناة مغطي التسلل، والمساعد الثاني محمد عبد المجيد 10/10 صراحة، 10/10 للوهلة الأولى كده. يعني بيني وبين حضراتكم أوفسايد، يعني قبل ما نشوف الإعادة أوفسايد، لكن تمركز ممتاز مع رؤية ممتازة مع قرار سليم من محمد عبد المجيد حكم المساعد الثاني من منطقة الإسكندرية. سامح عبد الفضيل، حمص في وسط الملعب، الحبة السمراء في فريق نادي الإسماعيلي في لقاء اليوم هو طبعا وصالح موسى، وبيغيب عنهم الجوليادور الهداف اللاعب جون أنطوي. تمريرة بينية تتقرب بشكل كويس من عبد الحميد سامي، تمريرة ملعوبة على طول في وسط الملعب. عبد العزيز في محاولة للمرور، استلام من محمد شريف. حبة سمرة تانية في نادي الإسماعيلي، يبقى صالح موسى وحمص ومحمد شريف، 3 سمر و3 ستايل واحد، وال3 هيعملوا لنا مشكلة في لقاء اليوم. طويلة أطول من اللازم خارج الملعب إلى رمي التماس. شوقي السعيد، عبد الحميد سامي، سامح عبد الفضيل، رباعي خط الظهر. الكرة لفت عليهم هم الأربعة، شوقي وعبد الحميد وسامح، واللاعب رقم 6 كريم موسى. حمص، شوقي، كلها تمريرات صفراء لأبناء الدراويش. يا سلام على البينية، الخطأ في التمركز اللي بتكلم عليه، هدف أول. يا سلام يا أبو السعود، يا سلام يا أبو السعود، يا سلام يا أبو السعود. هايل هايل هايل، في 13 دقيقة أنقذ القناة من هدفين مؤكدين. يا سلام يا سلام لما يبقى عندك جول بهذه المواصفات وهذه الإمكانيات. برافو برافو أبو السعود. ولكن هيفضل يتصدى لحد إمتى؟ استلام بلمسة يد وحرة مباشرة. وقع أبو السعود ياخد نفسه. الكرة اللي فاتت كانت جامدة، خبطت في صدره اللي طلعت ضربة ركنية. صد 3 كرات لحد دلوقتي بيني وبين حضراتكم. ادي الإعادة، وادي الدايفنج اللي عمله في الكرة اللي فاتت، وادي لمسة اليد اللي موجودة على اللاعب محمد شريف، اللاعب اللي امام حضراتكم. ويقع كده بخبرة محمود ابو السعود عشان يعني يهدي الضغط والمد الهجومي الكبير لابناء الدراويش. 3 فرص في منتهى الخطورة. الاول كان خطأ من سمنة وصلحه ابو السعود، والتاني كان انفراد تام من صالح موسى وصد ابو السعود، والتالتة ايضا كان انفراد بعد خطأ من اللاعب احمد محسن وبرضه صد موسى وبرضه صد ابو السعود. عفوا، ممتاز ابو السعود. لقطة كده لكلا المديرين الفنيين، وحديث ما بين شريف وما بين سامح عبد الفضيل بخبرة كده. يعني بص الكرة اللي بتكلم عليها، بص سرق ازاي احمد محسن، انفراد كان تام وتصويبة من زيكا. وبص الراجل ابو السعود هايل هايل، ايده وراها صدره، خبطت عدت من ايده خبطت في صدره وطلعت الى ضربة ركنية. يبقى صالح موسى ب1 وزيكا ب2، والخطورة
صفراء للدراويش حتى الآن بعد مرور ربع ساعة بالتمام والكمال على بداية أحداث هذا اللقاء. طويلة كرة أبو السعود، سامح عبد الفضيل من أعلى نقطة. بيني وبين حضراتكم الدوافع واضحة تماما عند أبناء الدراويش في لقاء اليوم. تدخل بمنتهى القوة، قطعت الكرة، تعود القناة في محاولة لبناء هجمة، استلام في وسط الملعب، محاولة للتعديل والمرور إلى مرمى الحارس محمد عواد، لكن حائط خرساني وتمركز مميز من دفاعات فريق نادي الإسماعيلي. عبد الله سمنة فاتح له محسن في الجهة اليمنى، ينتظر الطولية من اللاعب دوجي، استلم في مساحة ناحية اليمين. الكرة يعني الملعب مندي كده بعد الأمطار اللي كانت موجودة من شوية. أقول لحضراتكم أجواء أوروبية في استاد نادي الإسماعيلي، يعني لو اللعيبة النهاردة ما متعوناش كورة ومتعوا الجمهور ومتعوا نفسيهم والمعلقين والإعلاميين والدنيا كلها، ما لهمش حجة. بيني وبين حضراتكم ملعب إلى حد ما جيد، أجواء ممتازة، فرقتين كبار وبيلعبوا كورة حلوة، بلد معجونة كورة، إسماعيلية معجونة كورة، لعيبة كورة على أعلى مستوى. يعني متوقع تشوف لقاء كورة على حق. تمريرة حلوة ولا زال مسلسل الإخفاق من مدافعي نادي القناة، وهدف أول يمكن يكون قريب من نادي الإسماعيلي. مرور مع عرضية تصطدم وكالمعتاد محمود أبو السعود. زيكا كان في محاولة للمرور من الجهة اليسرى، عبد الله قفل عليه، خبطت فيه ومرت إلى الحارس محمود أبو السعود. أخطاء دفاعية بالجملة في دفاعات فريق نادي القناة. كرة طويلة ملعوبة، سامح عبد الفضيل بيرد، ادي الإعادة للقطة اللي فاتت، والمسكة اللي مسكها أبو السعود، والكرة الطويلة ما تلاقيش حد خالص غير الحارس محمود أبو السعود. بقول لحضراتكم الإسماعيلي عنده إصابات كثيرة وغيابات كثيرة في هذا اللقاء. يكفي أن الجول يدور الهداف جون أنتوي صاحب ال7 أهداف في دوري هذا الموسم من 12 هدف اللي جابهم نادي الإسماعيلي بيغيب عن هذا اللقاء. يعني جون أنتوي صاحب أكثر من 50% من أهداف نادي الإسماعيلي في لقاء في دوري هذا الموسم، بيغيب عن هذا اللقاء للإصابة. أيضا حسني عبد ربه، السلية، أيمن المحمدي، عصام علي، شريف رجب، محمد المتولي، علاء لالا، وأيضا اللاعب محمود حمد اللي بيغيب لعقوبة 3 مباريات من لجنة المسابقات بعد ضرب أحد لاعبي نادي ألمانيا بدون كرة. يعني غيابات كثيرة قال لنا عليها كده زميلنا ناصر أبو طالب معلق تلفزيون القناة، بتغيب عن نادي الإسماعيلي في لقاء اليوم. شوقي طويلة، الكرة ملعوبة خلف المدافعين، أبو السعود يطلع يمسك كورته بشكل ممتاز. أحب أوي الفرقة اللي عندها جول كويس فعلا. اللي قال لك الجول هو نص الفريق ده راجل محترم فعلا. لما يبقى عندك حارس مرمى، بالفعل حارس المرمى بيمثل أكثر من نصف الفريق. لو عندك جون بقى أي كلام ولا نص نص، تقعد طول الماتش حاطط إيدك على قلبك، يا ترى هيمسك دي ولا هيمسك الهوا بإيديه. هجمة النادي الإسماعيلي، كرة في وسط الملعب، استلام على طول من كريم مسعد، يلم الكرة لقلب الملعب سامح عبد الفضيل. أبناء الدراويش في سلسلة للكرة على طريقة كرة اليد، وفتح الثغرة يمينية عن طريق شوقي السعيد، عرضية تشكل خطورة. شوقي، عرضية من شوقي، مش ممكن عرضية في منتهى الخطورة، لكن تعددت الهجمات والهدف قادم. لا محالة استمرار هذه الهجمات أكيد هيسفر عن هدف أصفر للدراويش في اللقطات أو في الدقائق القادمة. رمي التماس، لكن صافرة إبراهيم نور الدين أشارت إلى حرة مباشرة لصالح نادي القناة في وسط ملعبهم. أدي الإعادة والمرور والثغرة اللي عملوها في الجهة اليمنى، مرت من الجميع، لكن محسن 10 على 10 في اللقطة اللي فاتت. اللاعب أحمد محسن عمل نموذج للتغطية الدفاعية العكسية من الظهير الأيمن فعلا. ثنائيات دوجي وسامح عبد الفضيل،
عبد الله جلال تقلش منه الكرة وتخرج خارج الملعب إلى رمي التماس. شوقي السعيد الظهير الأيمن للدراويش في لقاء اليوم. شوقي بريسنج موجود وكرة خارج الملعب، رمي التماس من نفس الجهة ونفس اللاعب. شوقي السعيد، سامي، عبد الفضيل، سامي، حمص، شريف بيحاول يخترق، تمريرة من كريم مسعد، اصطدمت كرة كريم وطلعت خارج الملعب في محسن. رمي التماس لصالح فريق نادي الإسماعيلي من الجهة اليسرى. كريم مسعد الظهير الأيسر، اتلعبت الكرة. يعني الجهاز الإداري للنادي الإسماعيلي بيرقص المعلقين. حاطط لنا الظهير الأيسر صالح موسى، حاطط لنا على الورق صالح موسى في مركز الظهير الأيسر. كريم مسعد هو الظهير الأيسر للنادي الإسماعيلي. سمنة هينفذ الضربة الحرة اللي احتسبها حكم اللقاء. محمود سمنة يعود إلى عبد الله جلال. تمريرة في وسط الملعب من اللاعب أحمد إبراهيم، طويلة في اتجاه أمير أوتاكا. دفعة في ظهر أمير ويحصل على ضربة حرة مباشرة. يعني بيني وبينكم لما قالوا لي أمير أوتاكا أنا قلت لاعب محترف، لكن قالوا لي اسمه أمير سلام، قلت هقول أمير سلام، لكن لما شفته في الملعب بيني وبين حضراتكم شبه أوتاكا بالظبط. لازم يتقال عليه أوتاكا، لازم نقول عليه أوتاكا، ما ينفعش نقول عليه سلام خالص. كرة أطول من اللازم خارج الملعب. ضربة مرمى لصالح فريق نادي الإسماعيلي. عواد، والجميل بقى ان الحارس بتاعه اسمه ايه؟ محمود كلينتون. يعني عندنا أوتاكا وعندنا كلينتون بره. تمريرات في المناطق الدفاعية لفريق نادي الإسماعيلي. سامح عبد الفضيل، تمريرة في وسط الملعب لمحمود عبد العزيز. حمص، عبد العزيز، تمريرات رايحة جاية تمر إلى شوقي في الجهة اليمنى، ظهير الأيمن لفريق نادي الإسماعيلي. حمص، شريف، استلام في الجهة اليسرى على طول من كريم مسعد. سامح عبد الفضيل. كل اللي بيحصل دي تمارين، يعني تمريرات استهلاكية بدون أي عنوان وبدون أي داعي. تقول لي طب بيعملوها ليه؟ أدي كابتن كرم جابر، يعني الراجل خلاص عايز ينط لهم جوه الملعب. حد يقول لي طب هم بيعملوها، طب تمارين يعني تمريرات استهلاكية بيعملوها ليه؟ لأن فرقة القناة قافلين نص ملعبهم بشكل كويس. أدي الثغرة اللي بيدوروا عليها والتسلل غير موجود. قفلوا مرة تانية، هيرجعوا ورا عشان ينظموا مرة تانية. خلاص يعني هم قافلين واقفين صح. فرقة القناة واقفة صح، قافلة نص ملعبها صح. عشان كده فرقة الإسماعيلي مش قادرة تخترق، مش قادرة تمر. يعني لو الكادر اتفتح لنا شوية هتلاقي لعيبة القناة ازاي بيرحلوا بشكل كويس من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين حسب الهجمة الصفراء للدراويش. حمص، إبراهيم حسن يلعب واحدة عكسية في مساحة في اتجاه محمد شريف، يلحق قبل الأوت. شريف عايز يشتغل 1 على 1 مع محسن، قفل عليه، يرجع لورا وهيرجع لورا مرة تانية. بص الضغط، بص الضغط، تسلل موجود وحرة غير مباشرة صالح فريق نادي القناة. ضربة حرة غير مباشرة لكن ادى الادفانتج إبراهيم نور الدين عشان يعطي إتاحة الفرصة. ادي الكورة وتسلل سليم من المساعد، قرار مميز من المساعد وإتاحة فرصة. خلاص هو المساعد بيبان من لعب، المساعد بيبان من لعب. الأولانية قد صعبة بتاعت محسن، عنده الثقة ان هو يحسبها، يبقى مساعد كويس. خلاص يبقى عندك ثقة فيه ان قراراته اكيد مش هتبقى 100% صح، لان سبحان الله الكمال لله وحده، لكن بنسبة كبيرة جدا هتكون صحيحة. خارج الملعب رمي التماس، تماس لصالح فريق نادي القناة.
تماس من الجهة اليمنى. 25 دقيقة مرت على بداية أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. تعادل لازال هو المسيطر على الأجواء. هيرون ريكاردو المدير الفني البرازيلي لفريق نادي الإسماعيلي قوم 2 من اللعيبة عشان يجروا عمليات الإحماء خلف مرمى عواد. هل سيقوم بتغيير مبكر في هذا اللقاء؟ هنشوف. لا ننسى ان نادي الإسماعيلي فاز في لقاء الأسبوع رقم 11 في لقاء ديربي آخر من دربيات القناة، الإسماعيلي وبتروجيت. لقاء كان ب6 نقاط مش ب3 بس، واستطاع الإسماعيلي ان هو يفوز بهدف لا شيء بركلة جزاء عن طريق جون أنتوي في الدقيقة 66 من اللقاء. لقاء كان مشتعل، استطاع الإسماعيلي ان هو يفوز على البتروجيت ويقلص الفارق ويجعله نقطة وحيدة ويسعى لاعتلاء قمة المجموعة لو فاز في اللقاء اليوم. حرة مباشرة لصالح نادي الإسماعيلي ورجالات الداخلية الموجودين لتأمين هذه المباراة في ملعب استاد الإسماعيلية. نادي القناة كان باي في لقاء الأسبوع رقم 11، لكن في لقاء الأسبوع العاشر تعادل مع المصري 1-1. عرضية خطيرة تمر من الجميع وتذهب إلى شوقي السعيد. شوقي يرجع للخلف، يسارية، يا سلام على المرور. إبراهيم حسن دخل منطقة الجزاء عايز يصوب، عرضية أبو السعود يتصدى، خطيرة خارج الملعب، خطيرة خارج الملعب. يعني دماغك كده سامح عبد الفضيل، بالفعل هي راس سامح عبد الفضيل. بص إبراهيم حسن، يا سلام عليك ولد، عدى بيسارية ممتازة. أبو السعود تصدى بشكل كويس، لكن مش المفروض يطلعها في العمق بالشكل دون. سامح عبد الفضيل اتخض لما لقى الكورة، ما عندوش الحاسة التهديفية، عشان كده مرت الكرة جنب القائم الأيسر خارج الملعب إلى ضربة مرمى لصالح نادي القناة. قلت لحضراتكم القناة تعادل مع المصري البورسعيدي في لقاء الأسبوع العاشر بهدف لكل فريق. التقدم كان للمصري عن طريق محمود عبد الحكيم، والتعادل كان عن طريق أحمد إبراهيم لاعب نادي القناة. سمنة وثب على الخصم من سمنة وصافرة إلى حرة مباشرة. محمد شريف، كريم مسعد. لقاء حلو، لقاء فيه كورة، والإسماعيلي عامل جيم كويس، والقناة يسعى لنقطة من هذه المباراة. بص أنا بقول لكم الجيم من بدري إزاي، بص بقرا لكم الجيم من بدري إزاي. القناة مش عايز حاجة من هذه المباراة غير نقطة. الزون ديفنس اللي هم عاملينه مش عايزين يدخل فيهم جول، لكن الضغط الإسماعيلاوي وضغط أبناء الدراويش أأكد لحضراتكم لو استمر بهذا الشكل شوية تركيز هيكون هدف أول للإسماعيلي قريب. مسعد، حمص، محمد زيكا خارج الملعب للإصابة، وتغيير هيكون تغيير أول اضطراري لهيرون ريكاردو. محمد زيكا خبط كده في كرة مشتركة وخرج إلى خارج الملعب للعلاج ولن يستطيع استكمال المباراة، وهيكون تغيير اضطراري أول لفريق نادي الإسماعيلي. هنشوف مين اللي هينزل بدلا من محمد زيكا. سامح، الإسماعيلي بيلعب ب10 لاعبين. كريم مسعد، سامح عبد الفضيل يلعب واحدة طويلة في اتجاه صالح موسى، رأسية صالح عايز يستغل عنصر السرعة اللي موجود عنده، لكن عبد الله جلال بخبرة كبيرة يطلع الكرة خارج الملعب إلى رمي التماس. ادي صالح موسى، وادي زيكا المصاب خلاص بيغير الملابس، خلاص خرج بره اللقاء. هل يكون علي جلال على حساب محمد زيكا؟ هنشوف فكر ريكاردو ايه. لسه نادي الإسماعيلي بيلعب ب10 لاعبين. كريم مسعد، قافلين بشكل كويس فرقة القناة. ادي اللاعب رقم 2 لاعب وليد خضراوي. 30 دقيقة مرت على بداية أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء، نص ساعة بالتمام والكمال، وبالفعل زي ما توقعنا علي جلال بيقف على الخط كده
يعمل شورت سبرنتس او يعني يستكمل باقي اجراءات الاحماء عشان ينزل الى ارض الملعب. اللاعب علي جلال، وتغيير اول اضطراري لنادي الاسماعيلي. لاعب رقم 21 علي جلال على حساب محمد زيكا. تغيير اول اضطراري يجريه البرازيلي هيرون ريكاردو سامح. سامي بيفكر هيلعب لمين، مش لاقي. عجبني جدا الزون ديفنس. فرقة القناة ممتازين، بيقفوا واقفين في الملعب صح. عندهم بعض المشاكل في النواحي الدفاعية، لكن نص الملعب والفراودة واقفين صح. ادي زيكا خلاص ترك الملعب وطلع قعد وسط زمايله يحط بقى تلج ويبتدي يشوف الإصابة بتاعته المشكلة فين، بناء طبعا على تقرير من طبيب الفريق دكتور مجدي الباز. إذن رمي تماس لصالح فريق نادي القناة. أحمد محسن طويل الكرة في اتجاه لاعب رقم 10 الكابيتانو سعيد صقر المختفي عن أجواء هذا اللقاء. ودي كده مرجحة معمولة للاعب رقم 6 أسامة أبو الحسن، وحرة إسماعيلي تنتهي إلى رمي التماس لصالح القناة من الجهة اليسرى. رمي التماس بهاء مجدي لاعب مواليد 89 اكس نادي امبي. هذا اللاعب نادي امبي اللي يعني بيخوض تجربة هامة جدا هذا الموسم. اتكلم على امبي، اتكلم على المقاولون العرب، اتكلم على الأندية اللي قررت ان هي تهتم وتدفع، وسياساتها اصبحت اللعب بناشئي وافرازات قطاعات الناشئين. تلاقي لعيبه كتير جدا، يعني يصل الى 8 من ناشئي نادي امبي مقيدين في الفريق الاول، بجانب الاستعانه بمواليد 93 و95 حتى استعانوا من قبل باللاعب يعني عبد الله جمعه مواليد 96 اللاعب اللي احترف في المانيا. ايضا نادي المقاولون العرب استعان باللاعبين مواليد 95 و93 وامثله كثيره، وتجربتين رائدتين في الدوري الممتاز هذا الموسم يحيى عليهم مجلسي إدارتي الناديين سواء نادي امبي أو نادي المقاولون العرب. عواد، سامح عبد الفضيل، استلام في وسط الملعب محمود عبد العزيز، كرة طويلة ملعوبة في مساحة، محسن رأسية من أعلى نقطة خارج الملعب. رمي التماس، تماس لنادي الإسماعيلي. يا سلام سلام على اللقطة الفنية الجميلة، تمريرة فيها خطورة، لكن عبد الحميد سامي اللقطة اللي فاتت دي محمد شريف ما يعملهاش غير لعيب حريف قوي. استلم وشمس الراجل كده ومرر الكرة بشكل ممتاز. سامي اتلعبت الكرة دبل باس حلوة، لكن تمركز من عبد الله جلال يشتت بعيد. حاجات اللي في نص الملعب دي انسى، مش هيخترقوا من القلب. الاختراق ممنوع من جانب فريق نادي القناة. كانوا مهزوزين في أول 10 دقائق ربع ساعة. الإسماعيلي راح ب3 فرص محققة، كان بطلهم الثلاثة أبو السعود، وكرة خطيرة خطيرة 2 على 2 خطيرة خطيرة، محاولة للمرور ولا حاجة يا راجل، قوم ولا حاجة يا راجل. سعيد صقر ولا حاجة. لو عمل كده التعاون مع اللاعب دوجي كان ممكن يكون هدف أول. كان هي دي الهجمة المرتدة اللي بيلعب عليها الكابتن أحمد سعيد المدير الفني للقناة. استلام مع تغيير الاتجاه من عبد الله جلال، اتقطعت الكرة. ادي الخطأ الدفاعي اللي ممكن يسفر عن هدف أول. لمسة يد موجودة وحرة مباشرة نادي الإسماعيلي. ادي الكرة اللي فاتت، تدخل كان من سمنة. بص هنا الأنانية، هنا الأنانية. سعيد صقر ولا فيها أي حاجة ولا أي حاجة، هو طمع في الكورة. لو مرر البينية للاعب دوجي كان هيروح انفراد. اعتراض من أحد أعضاء الجهاز الفني
لنادي القناة. وبلغة الكرة كده إبراهيم النور الدين بيخطفه. حديث كده ما بين حكم اللقاء وما بين أحد أعضاء دكة بدلاء فريق نادي القناة. طردوا ولا ما طردوش؟ غالبا ما طردوش، يعني هو كان تحذير شفهي كده بلغة الكورة بيخطف. خطف الراجل، هدى دكة البدلاء، خلص الموضوع، يرجع يسيطر على مباراته. سياسة برضه، سياسة. ادي الكابتن احمد سعيد المدير الفني للقناة واحد الشخصيات المحترم صراحة. حكم اللقاء بيوقف الكرة على بعد 9 متر 15 سنتي، بلغة الحكام 10 متر بلغتنا احنا بقى، يعني بلغة محبي ومشجعي وعاشقي كرة القدم. لغة الحكام 9 متر 15 سنتي. يلا يا سيدي التنفيذ. محمد شريف على التنفيذ، واقف جنبه محمود عبد العزيز. عبد العزيز هو اللي هيصافه. تصويبة سهلة جدا في متناول محمود ابو السعود. ادي الكورة وادي الاعادة، كان الراجل بيعمل له اوفر. ابو السعود راح اتمطع، مسك، عمل التراي ووقع على الكورة. ابو السعود يبدأ هجمة، دفعة من سامح وصافرة بحرة مباشرة لصالح نادي القناة. سامح ايضا كان اكس نادي امبي، يعني الصراحة مفرغة فريق نادي امبي او نادي امبي، مفرغة للاعبين. 37 دقيقة مرت على بداية احداث الشوط الاول، وبنلعب في الدقيقة 38. تعادل سلبي حتى الان. طويلة من اعلى نقطة شوقي السعيد، تشتيت على طول من محمود عبد العزيز. عبد الله جلال تتقطع من عبد الحميد سامي. استلام من ابراهيم حسن، عنده 3 أهداف في دوري هذا الموسم ابراهيم حسن. تمريرة على طول 1-2 جميلة بالقدم اليمنى. عايزين يعملوا 1-2 3-4 مرات. ما هو بيني وبينك الكورة مش هتقدر تمرر لحد ما تخش بيها جوه المرمى. لازم طالما وصلت على البوكس، طالما وصلت على منطقة الجزاء، وش رجلك وخلص الهجمة. لكن هتفضل تنقل الكرة لحد ما تروح بيها فين؟ إبراهيم محسن ضغطة في ظهره وكرة خارج الملعب، رمي التماس. ادي لاعب احمد محسن. 38 دقيقة وبنلعب في الدقيقة 39. تعادل سلبي حتى الآن. بدأ رتم اللقاء في الهدوء بعد البداية الهجومية العاصفة من جانب نادي الإسماعيلي، وابتدى فريق القناة يخش في الجيم كمان، يعني ابتدى يبقى ليه تواجد في التلت الهجومي لنادي الإسماعيلي. رمي التماس من الجهة اليمنى، محسن على التنفيذ. صفرة من حكم اللقاء وحرة مباشرة لصالح نادي الإسماعيلي. ادي الإعادة مرة تانية، ولمسة يد موجودة وحرة مباشرة لصالح نادي الإسماعيلي. اتنفذت على طول. سامح عبد الفضيل، مسعد في وسط الملعب. التمريرة للاعب محمود عبد العزيز، قطعت الكرة واتلعبت طولية. سامح، سامي، حمص، سامح، شريف. كلها تمريرات استهلاكية، كلها تمريرات بلا عنوان. شوقي هيرجع تاني، حط واحدة طويلة خلف المدافعين، تلاقي التمركز. طول ما انت واقف صح مفيش حد يعرف يخترق. شريف، مسعد، هربت منه، اتقطعت ورجعت مرة تانية. سمنة يتقمص شخصية لاعب وسط الملعب ويعمل دريبل حلو في اللقطة اللي فاتت. تمريرة أي كلام، أي كلام. التمريرة اللي فاتت من اللاعب رقم 2 وليد خضراوي. تدخل قوي
وضربة حرة مباشرة وبطاقة صفراء للاعب كريم مسعد. بيقول الكرة اللي فاتت هو تدخل، يعني ابراهيم نور الدين بيقول له دي على اللقطة اللي فاتت. ادي الإعادة، عنده حق، انذار مستحق. بس ده 21، ده مش كريم مسعد اللي خد يعني لو هتعاقب على الكرة دي مش كريم مسعد اللي ياخد الانذار. يعني كريم مسعد. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ممكن يكون للكلام او حاجة، قال حاجة او كده، لان يعني الكرة اللي فاتت 21 دون. علي جلال اللاعب اللي نزل في الشوط الاول بعد خروج زيكا للاصابة هو اللي كان متدخل في اللقطة اللي فاتت. كرة طويلة حلوة، هدف أول، هدف أول، هدف أول، هدف أول، هدف أول، لسه قريبة وتصويبة. يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك، مش ممكن. صالح موسى لو داس على كورته وراح، لو عدلها وراح، لو راح وصوب كان ممكن يكون هدف أول. لكن يسارية صالح موسى، بص لو عدلها لزميله، بص لو حطها لعلي جلال، طمع فيها، عدلها على قدمه اليسرى، جسمه ما كانش معدول، حطها في مدرجات استاد الإسماعيلي خارج الملعب. ضربة مرمى لصالح فريق نادي القناة. أبو السعود طويلة الكورة، سامح عبد الفضيل حتى الآن هو ملك الكرات العالية. عبد الله جلال يرد، شريف يرجع الكورة، خلاص الكورة بقت رايحة جاية. عبد الله سامي كده بيترك الكرة ليه محمد عواد اللي بيبدأ هجمة ليه شوقي يا سعيد في الجهة اليمنى. شوقي سامي سامح مسعد سامح محاولة للاختراق من جانب فريق نادي الإسماعيلي. صعب. نتكلم كورة. القناة واقف، والقناة قافل منطقة الوسط وقافل منطقة الدفاع، لكن اللي مساعدهم على كده قلة التحركات، اللي مساعدهم على كده الكسل، ما بين قوسين كسل لاعبي وسط ومهاجمي نادي الإسماعيلي. اللعيبة كسلانة، اللعيبة ما بتتحركش، اللعيبة واقفة منتظرة كرة تيجي لحد عندها، والقناة متكتلين ومدافعين وقافلين نص ملعبهم بشكل ممتاز. عشان كده عمر الكرة ما هتجيلك وعمر الهجمة ما هتتم غير من خطأ زي اللي أمام حضراتكم. ادي شريف، ادي البينية، ادي الكرة الخطيرة. مين هيصوب؟ بتصوب ازاي يا راجل؟ بتصوبها ازاي يا راجل؟ حمص حط الكرة سهلة لأبو السعود. يعني أبو السعود يلاقيها كده ما بين الأحضان، مفيش أي سهولة، كعب قدم حلو من البديل علي جلال، وحمص يمسك كورته بمنتهى أو يصوب كورته سهلة، أبو السعود يمسكها بمنتهى الثبات. حرة مباشرة، دفعة في ظهر محمد شريف. تمريرات لنادي الإسماعيلي. كريم مسعد 44 دقيقة وبنلعب في الدقيقة 45، والشوط الأول قارب على الانتهاء، والكابتن أحمد سعيد حتى الآن هو اللي بيدير اللقاء بطريقته، هو اللي حتى الآن محقق هدفه. انت كل مدير فني بيبقى عنده أهداف من كل مباراة. هدفي ايه؟ عايز من اللقاء ده؟ بلاعب فرقة كبيرة زي الأهلي ولا الزمالك ولا الإسماعيلي ولا كل الفرق الكبيرة صاحبة التاريخ والاسم الكبير، أدور على نقطة. فرقة في مستواي، أفكر في ال3 نقاط. دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع، بيشير إليها الحكم الرابع عرفات بناء على إشارة من حكم اللقاء إبراهيم نور الدين. عن دقيقة واحدة أدي أوتاكا وقت محتسب بدل ضائع، كان بيطالب بضربة حرة في اللقطة اللي فاتت.
رمي التماس لصالح فريق نادي القناة من الجهة اليسرى. بهاء مجدي، دفعة موجودة وضربة حرة مباشرة على اللاعب محمود عبد العزيز. بلغة الكرة كده سعيد لبسها له صح، يعني لبسه الفاول صح. الكابيتانو على التنفيذ سعيد صقر، كابتن وقائد فريق نادي القناة. ادي سعيد هينفذها بالقدم اليمنى في اتجاه مرمى الحارس محمد عواد، والثنائيات داخل منطقة جزاء الدراويش. اخر فرص الشوط الاول، هل تسفر عن هدف للقناة؟ لعبت وحشة جدا خارج الملعب. ضربة ركنية، ضربة ركنية. اخر فرص الشوط الاول، كرة خلفية في انتظار العرضية داخل منطقة الجزاء. اوتاكا عايز ياخدها من مرة واحدة، ترتد الكرة ومعها صافرة ابراهيم نور الدين يعلن عن نهاية